السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم حبايبنا طلبة كلية آداب قسم جغرافيا أو برنامج المساحة المميز. أنا عز فليفل ودي منصة الزتونة. إن شاء الله بإذن الله معانا مادة إيه؟ معانا النهاردة مادة النمذجة والبرمجة. ركز. والنهاردة أول حصة فيها في النمذجة والبرمجة، بروجرامينج وموديلينج. حلو. طب هل يا عز احنا مبرمجين؟ هنقول نمذجة وبرمجة بس هنربطهم بايه؟ بالجي اي اس. يعني احنا هناخد حتة كده من كلية حاسبات وايه ومعلومات. انت فاهم؟ يعني مش هندرس البرمجة كبرمجة اكتر ما هندرس علاقتها بمين؟ بمجالنا اللي هو الجغرافيا وايه والجي اي اس. وعاوز اقول لك حاجه، ان في بعض الخارجين من قسمنا شغالين مبرمجين بلغات البرمجه اللي لها علاقه بالجي اي اس. فلو انت عاوز تعمل شيفت كارير في مجالك وتربط الجي اي اس بالبرمجه، انا عاوز اقول لك ان بالفعل في كتير ايه عامل كده. فانا عاوز اربط لك النمذجه بالبرمجه. فين؟ في مجالنا تخصصنا اللي هو ايه؟ الجغرافيا والجي اي اس. جميل. النهارده عنوان الدرس في الماده اسمه ايه؟ النهارده مفهوم النمذجه وانواع النمذجه والنماذج وتطبيقاتها. ده اسم الدرس. يبقى النهارده هنعرف يعني ايه نمذجه. يبقى النهارده هنشرح 3 شقات بس، هو التعريف والانواع والتطبيقات. انت فاهم؟ حلو. نبدا اولا بايه؟ بالمفهوم. التعريف. يعني ايه نمذجة؟ نمذجة يعني ايه نمذجة؟ لو احنا بنتكلم بالبلدي فنمذجة هو نموذج طبق الاصل من الشيء الحقيقي، بيساعدك ان انت تعرف الخصائص عن الشيء الحقيقي، لان معرفة خصائص الشيء الحقيقي ممكن تكون صعبة. يعني انت عن مثال بسيط، انت عندك زميلك وانت حابب يكون معاك دايما، فبتعمل ايه؟ نموذج مصغر ليه. النموذج ده بيديك خصائصه. ما هي خصائصه؟ شكله، لونه، حجمه. بس انت صعب تاخد صديقك معاك في جيبك، فانت بتعمل نموذج بيحقق لك حاجات صعب تعملها فين؟ في الواقع. نموذج. فنمذجة جاي من كلمة نموذج. انت بتعمل نموذج مصغر من شيء حقيقي هو موجود او شيء هيبقى لسه موجود. يعني النمذجة مش شرط الشيء موجود، ركز في الكلام. النمذجة ممكن تتم لشيء لسه هيبقى ايه؟ موجود، عشان ادرس ايه؟ خصائصه. حلو. فالنمذجة كمان مش بتساعدني ان انا ادرس خصائص الشيء الموجود، لا، دي بتساعدني على التنبؤ بالمستقبل. النمذجة بتساعدني على التنبؤ بمستقبل الشيء. يعني انا ممكن اتنبأ بشيء لسه ما حصلش، اتنبأ هيحصل امتى. انت فاهم؟ كلام جميل جدا. فتمام. قال لك ان النمذجة، قال لك ان النمذجة بتتعامل مع لغات البرمجة، او بتعتبر النمذجة لغات ايه؟ برمجة. تمام. داخل بيئة الجي اي اس. يبقى تاني بعتبر النمذجة لغة برمجة، بروجرام لانجويج، داخل بيئة ايه؟ الجي اي اس. يتم تطبيق النمذجة في بيئة ايه؟ جي اي اس. يتم تطبيق النمذجة في بيئة الجي اي اس باعتبار النمذجة لغة ايه؟ لغة برمجة. وممكن نطبق النمذجة في الدم
اللي هو ايه الدم؟ اللي هو الديجيتال اليفيجن موديل. وطبعا كلام كتير عن الدم انت المفروض تكون ايه واخده. وعاوز اقول لك ان في فصل كامل بيتكلم على الدم واخواته، لان الدم ليه اخوات. تمام. قال لك انت ممكن تعمل نمذجه اشكال تانية، في نماذج احصائيه، في نماذج ميكانيكيه، في نماذج كتير لسه هذكرها فين في الفيديو ده. حلو. تمام. عرف لي الموديل. عرف الموديل، النموذج. نمذجه يعني ايه؟ نمذجه يعني موديلنج. الاسم موديلنج، الفعل موديل. قال لك عرف لي النموذج او الاسم او الفعل اللي هو ايه؟ الموديل. قال لك ايه هي النمذجه؟ هي صيغه بسيطه او غير بسيطه لعمليه محاكاه، سواء كانت جغرافيه او غير جغرافيه، للتنبؤ بالمستقبل او معرفه خصائص الشيء. تاني الموديل هي صيغه عمليه قد تكون بسيطه وقد تكون غير بسيطه لبيانات. من هعمل نموذج لشيء، الشيء اللي انا هعمله ده قد يكون جغرافي وقد يكون غير جغرافي، عادي زي الاحصائي ما هو مش جغرافي. فاهم الفكره؟ ليه؟ عشان اعرف خصائص الشيء ادرسه، يا اما اتنبأ بمستقبله. تاني الموديل سواء كان فعل او اسم. النمذجه او النموذج، النمذجه. ايه هو تعريف النمذجه؟ قال لك ان الموديل ايه؟ قال لك هي عمليه قد تكون بسيطه او صيغه قد تكون بسيطه مبسطه او غير مبسطه لبيانات او لعنصر جغرافي او غير ايه جغرافي. يعني العنصر ممكن يكون جغرافي ممكن يكون لا. بنعمله ليه؟ علشان اتنبأ بمستقبل الشيء او اعرف ايه خصائصه. جميل. قال لك ان الموديل عنده قدرة على محاكاة الواقع رياضيا. قال لك ان الموديل يقدر يعمل محاكاة للواقع. انت فاهم ان الموديل بيعمل محاكاة للواقع رياضيا؟ دي لسه جديدة. يعني ايه؟ قال لك يعني الموديل عنده قدرة ان هو يحول البيانات لارقام رياضيه. ده بيجيب لك العلاقات وبيكشف لك العلاقات والارتباطات. يعني ايه؟ قال لك الموديل عنده قدره على تمثيل الواقع بشكل رياضي. بنسميها ايه؟ بنسميها ماثيماتيكال موديلنج. لما انا احول الشيء لرياضه بيكون سهل التعامل، سهل كشف العلاقات والارتباطات ما بين المتغيرات. بمعنى تاني، مثلا ان انا هقول مثلا في الطبيعه المرتبط ياخد رمز 1 والمش مرتبط بياخد رمز 0. لو انا حولت الكلام او التحليل لرياضه اوقات بيسهل التعامل ايه معه. فبقول لك ان الموديلنج عنده قدره على محاكاه الواقع ايه رياضيا. جميل. قالك ده بيستخدم فين؟ بيستخدم بقى في عمل ايا كان نوع المحاكاه، وده بيسهل عليا كشف العلاقات والارتباطات وايه والتحليلات. انت تقدر تعمل حاجه بشكل سهل. وبكده يا صديق نكون خلصنا المفهوم. فهمنا يعني ايه موديل. احنا كده فهمنا المفروض يعني ايه موديل. حلو. هنبدا نتكلم على الانواع. الأنواع. هبدأ هنا أتكلم على الأنواع. والنوع حاجتين، في أنواع النمذجة، في أنواع النماذج. تاني احنا قلنا هنشرح المفهوم وادينا قلناه. تيجي نتكلم على الانواع. انواع النمذجه غير انواع النماذج. النمذجه يقصد بها العمليه نفسها، الفعل نفسه بيتم بكم شكل؟
طريقة العملية. انت فاهمني؟ اما النماذج هو الناتج. احنا بنعمل عملية ايه؟ نمذجة. بيطلع ايه؟ ناتج. الناتج اسمه ايه؟ نموذج. يبقى الناتج انواعه ايه؟ الحاجة اللي انا خدتها في الاخر. اما العملية النمذجة، نتكلم دلوقتي على انواع ايه؟ النمذجة. الفعل نفسه، العملية، الطريقة، الاسلوب، الميثودز، الواي. ماشي. اول حاجة في كعملية في اسمها نمذجة عملية. يبقى اول نوع هو النمذجة ايه؟ العملية، او نخليها اكثر دقة العلمية. اوكي؟ العلمية يقصد بقى ايه؟ متعلقة بايه؟ بالعلم. العلمية متعلقة بايه؟ بالعلم، نسميها العلمية. حلو، نسميها العلمية اكتر. قال لك انا بعمل نشاط علمي، ركز، انا بعمل نشاط علمي بيهدف لايه؟ لان انا اخلي المفهوم او التعريف او التصوير او القياس سهل بس. يبقى انا بعمل موديل لمفهوم ايه؟ علمي. تمام. بشوف حاجة في ارض الواقع، حاجة في العالم الحقيقي، انا بطبقها بشكل علمي عشان اسهل عليك فهمها او استيعابها او تصويرها او محاكاتها او فهمها او قياسها. مش فاهم؟ الموضوع بالظبط اشبه بالتجربه اللي انت كنت بتعملها في معمل علوم في المدرسه. مش انت كنت بتعمل عمليه بشكل مصغر، زي مثلا حطينا ايه على ايه في حصل انفجار؟ ده بيحصل في الطبيعه، بس انت عاوز تعمل ليها محاكاه ايه؟ علميه. بيهدف لايه؟ لما انت تعملها هتفهم اسرع، هتقيس اللي حصل، هتحكيه، هتفهمه، هتقيسه، هتصوره. دي اسمها ايه؟ محاكاه ايه؟ علميه. يبقى المحاكاه العلميه يا صديق هو اللي انا بعمل نشاط علمي بيهدف ان يخلي العلم اسهل كفهم، كاستيعاب، كقياس. بشوف حاجه موجوده في العالم الحقيقي وبقيسها. تمام. قال لك برضو عامل زي مجسم الانسان اللي انت بتشوفه في حصه العلوم. مجسم الانسان اللي انت بتشوفه في حصه العلوم اسمه نموذج تفهيمي او مفهومي. نموذج مفهومي. اما العمليه انت بتعملها في معمل علوم اسمه نموذج تشغيلي. يبقى لو احنا هنقول ان النمذجه العلميه في 3 انواع منها كده، في منها تمثيلي، وفي منها تشغيلي، وفي منها رياضي. دي النمذجه بتهدف الى تحويل العلم الى شكل ايه؟ اسهل. المجسم الانسان اللي ببطنه باينه في حصه العلوم تمثيلي مثلا، انا بديك امثله بسيطه عشان اوضحها لك. التشغيلي زي التجربه العلميه اللي انت كنت بتعملها في المعمل وانت صغير. اما الرياضي اللي انت بتحول مفاهيم لاشكال ايه؟ رياضيه. زي ما يقول لك مثلا معاك برتقانه ومعاك برتقانه بقوا كام؟ بقوا برتقانتين. ده اسمه محاكاه ايه؟ رياضيه. يعني ايه بقى محاكاه؟ انا عاوز اطبق حاجه بتتم في العالم الحقيقي بس قدامك بشكل ايه؟ بسيط. دي اسمها ايه؟ محاكاه علميه. مثلا زي مثلا مجسم الانسان، ما انا مش هجيب لك واحد ميت فعلا واعرضه قدامك واقول لك ده كبد او ده معده وهكذا، لا، يصعب التعامل عليه في العالم الحقيقي، فبضطر اجيب من ليه ايه؟ محاكاه او نموذج. جميل. النموذج التاني اسمه نموذج رياضي. تاني انواع من انواع النمذجه هي النمذجه الرياضيه، ودي نمذجه بتستخدم في حل المشاكل المعادلات والصيغ ايه؟ الرياضيه. يبقى دي بتستخدم في محاكاتها الارقام بس، كل طريقتها في التحليل والمعالجه للمشاكل ارقام. اي مشكله بنحولها ل1 2 3 0.
برتقانه وبرتقانه بقوا 2. هو ما بيفكرش غير بشكل رقمي. علما ان قال لك ان النمذجه الرياضيه لا يستغنى عنها في العلوم زي الفيزياء والكيمياء. لو انت درست فيزياء والكيمياء هتلاقي ان احنا بنعبر عن الواقع بارقام. بنقول CO2. ركز كده، CO2 هي محاكاة رياضية. والله تخيل، CO2 هي محاكاة رياضية. C يعني واحد كربون، O يعني اكسجين. انا بقى عاوز اقول لك ان في اكسجين واكسجين، مش هكتب لك C اكسجين واكسجين. يعني بدل ما اكتب لك COO قلت لك CO2. اهو دي محاكاة رياضية. والله العظيم استخدمت الرياضة في التعبير عن فكرة بتعبر عن العالم ايه؟ الحقيقي. تاني، الموديلنج الرياضي. استخدمت الطبيعة، او انا استخدمت الرياضة في التعبير عن الطبيعة بشكل ايه؟ رياضي. فبدل ما انا هقول له CO و O قلت له CO2 يعني 2 O. دي اسمها ايه؟ دي اسمها نمذجة رياضية. واخد بالك معايا؟ تمام. يبقى قال لك النمذجة الرياضية بتعبر عن الطبيعة بشكل رياضي، وهي داخلة تقريبا في كل علوم، فيزياء، كيمياء، علم الارض وخلافه. يبقى اي حاجة في الطبيعة مش رقم وانت بتحولها لرقم، دي اسمها ايه؟ معادلة ايه؟ رياضية. انت فاهم؟ انت عشت كتير، فبقول لك سنك 29 سنة. انت حولت العمر اللي انت عشته لرقم، دي محاكاة رياضية. يعني كون انا كعز فليفل سني 29 سنة دي محاكاة رياضية. ليه؟ انت فاهم ليه؟ لان عشت كتير. انا عاوز بقى اعبر عن عمر ده برقم. 29 سنة دي ايه؟ محاكاة رياضية. تمام. تالت حاجة اسمها محاكاة كارتوغرافية. كارتوغرافية ماشي. النمذجة الكارتوغرافية. جميل. قال لك الكارتوغرافية بتتعامل مع بيانات جغرافية. ركز بقى هنا عشان ايه؟ ممكن نزولك شوية. الكارتوغرافيا هو علم رسم الخرائط. قال لك ان المحاكاة الكارتوغرافية تستخدم الجيوغرافي داتا. تاني، النمذجة الكارتوغرافية بيستخدم الجيوغرافي ايه؟ داتا. واحنا عارفين الجيوغرافي داتا نوعين، المفروض انت عارفهم، مكاني ووصفي، صح؟ ماشي. والمكاني راستر وفيكتور. حلو، ركز هنا بس عشان هنحتاجها. فلك ان النمذجة الكارتوغرافية تستخدم البيانات الجغرافية، سواء تعبر عن بيانات او ظواهر طبيعية او بشرية. طبعا انا معايا الكتاب اللي انا ايه؟ ده المرجع الاساسي ايه بتاعي عن النمذجة. فاهم؟ بحب يبقى الكتاب قدامي عشان ايه؟ نتابع الاحداثيات اول باول كده، ما ننساش ايه حاجة. قالك ان الكارتوغرافيا انا هرسم داتا جغرافية، هرسم ظواهر جغرافية طبيعي او ايه؟ او بشري. يبقى انا هرسم ظواهر يا طبيعي يا بشري بتعبر عن الارض بشكل راستر يا ايه؟ يا فيكتور. حلو؟ لا مش حلو، انت مش فاهم، هفهمك. انا عندي مبنى في الطبيعة عاوز احطه على الخريطة، هرسمه كايه؟ كفيكتور او ايه؟ او راستر. دي نمذجة كارتوغرافية، نمذجة على خريطة. فهمني؟ تاني، هل المبنى الموجود على الخريطة هو اللي في الطبيعة؟ لا، مصغر ليه، نموذج ليه. فأي حاجة حضرتك بتحطها على خريطة نمذجة. هبسطها لك. أي حاجة بتعملها طبق الأصل من العالم الحقيقي اسمها نمذجة باختصار. تاني، أي حاجة بتحطها من العالم الحقيقي أو بتعملها شكل طبق الأصل من العالم الحقيقي اسمه نمذجة. فالخريطة اللي حضرتك بترسمها ايه؟ نمذجة. طب ما هي الخريطة؟ بيانات جغرافية بتمثل الطبيعة على هيئة يا راستر ايه؟ يا فيكتور له بيانات ايه؟ مكانية. صح؟ الطبيعة او العالم الحقيقي فيه ظواهر طبيعي وبشري.
حضرتك بتمسك الظواهر الطبيعيه والبشريه وبترسمها، حضرتك بتمسك الظواهر الطبيعيه والبشريه بترسمها على ايه؟ على خريطه. حضرتك بتمسك الظواهر الطبيعيه والبشريه بترسمها ايه؟ على خريطه. صح؟ الخريطه دي سواء هترسمها بشكل فيكتور او راستر اسمها نموذج كارتوجرافي. كلام جميل جدا. فاي خطوط، اي مضلعات، اي مباني، اي انهار على خريطه تعتبر نوع من انواع النمذجه الكارتوجرافيه، لان انت بتعمل حاجه من الطبيعه العالم الحقيقي طبق الاصل على ورقه. كونك نقلت العالم الحقيقي على ورقه شكل طبق الاصل منها سواء كان 2 دي او 3 دي اسمه ايه؟ موديلنج كارتوجرافيا. حلو. تمام. يبقى يا صديق الخرائط الموجوده في العالم كله نوع من انواع ايه؟ الموديلنج. نوع من انواع الموديلنج. تاني، يبقى اي خريطه موجوده في العالم نوع من انواع الموديلنج ايه؟ الكارتوجرافيا، اللي انت بتعمل حاجه طبق الاصل من العالم الحقيقي وتحطها على الورقه. عشان ايه بقى؟ ليه بقى بنعمل العالم الحقيقي ده على ورقه؟ عشان نعرف خصائص العالم الحقيقي او نتنبأ بمستقبله. واخد بالك؟ او نتنبأ بايه؟ بمستقبله، سواء كان فيكتور او ايه؟ او راستر. تمام. قال لك يا حبيبي ان النمذجه الكارتوجرافيه قد تكون ثابته وقد تكون متحركه، ودي هشرحها كمان شويه. يعني قال لك لو توافق الرسمه في زمنها مع الطبيعه في زمنها دي اسمها محاكاه ثابته. اما لو حصل تغيير مستمر اسمها متحركه او ديناميكيه. دي لسه هشرحها بالتفصيل ايه كمان ايه شويه. تمام، مفيش مشكله. المهم يا صديق اللي انا عاوز اقوله لك هو ان النمذجه الكارتوجرافيه وبما انها بتدرس الارض قد تتوافق مع العالم الحقيقي اللي هو بص، العالم بتاعنا اسمه عالم حقيقي، اللي احنا حطيناه في ورقه اسمه نمذجه. قد يتوافقوا الاثنين في نفس الفتره الزمنيه فاسمها نمذجه ثابته، وقد يختلفوا في الوقت اسمها نمذجه متحركه او ايه؟ او ديناميكيه. تمام، مفيش مشكله. وقال لك ان بيئه الجي اي اس، مؤهله ومثاليه لبناء النماذج. ودي برضو ايه؟ هشرحها كمان شويه. بيئه الجي اي اس هي بيئه مؤهله ومثاليه لعمل النموذج الكارتوجرافي. تاني اوضح لك بشكل بسيط خالص. الجي اي اس بيرسم الظواهر على سطح الارض، فدي بيئه مثاليه لعمل ايه؟ نمذجه كارتوجرافيه. قال لك الارض دي لو احنا رسمنا الخريطه بتكون بشكل ثابت ما بيتغيرش، متوافق مع العالم الحقيقي. لو العالم الحقيقي توافق مع الرسمه اسمها ايه؟ محاكاه ثابته. اما لو حصل تغيير زي مثلا تاكل الشواطئ، تاكل منحدرات وخلافه اسمها نمذجه ايه؟ كارتوجرافيه ديناميكيه او متحركه.